من الأمور اللي لاحظناها واللي تدعو للأسف الحقيقة هي تواتر الأخبار عن وجود ظاهرة شراء الأصوات في كل الدوائر، وللأسف الدائرة الأولى ليست بمنأى عن هذه الظاهرة، وأنا أتمنى أن هذه الأخبار لا تكون صحيحة، لكن إن صحت فإحنا نطالب أجهزة وزارة الداخلية بالتصرف وبممارسة دورها في رصد وضبط أي شخص يخالف القانون ويخالف الشرع، لأن شراء الأصوات مجرمة شرعا وقانونا. واتذكر أخي الناخب اللي يشتري صوتك اليوم يبيعك باكر ويبيع الوطن، فالموضوع جدا خطير. من الأمور أيضا اللي لاحظناها أن في بعض المرشحين حملاتهم الإعلامية مبالغ فيها، وهناك وسائل إعلام وتواصل اجتماعي تعمل بكثافة لدعم مرشح دون مرشح آخر، وهذه تثير علامات استفهام. ونحذر أيضا أخواننا الناخبين والناخبات من الإشاعات اللي تظهر خاصة في الأيام الأخيرة اللي تسبق الانتخابات. ديروا بالكم لا يأثرون على قناعاتكم، روحوا وقدموا الصوت للعنصر اللي تشوفونه الأفضل للكويت كلها.